السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم أعزائي طلبة الثانوية العامة. أنا عارفة إن انتوا كطلاب ثانوية عامة قلقانين وعاوزين تعرفوا أي كلية هتدخلوها، خاصة طلاب المرحلة التانية. أنا عايزة أقول لكم في البداية اطمنوا، إن شاء الله طول ما انتم متعلقين بالله ربنا هيرزقكم وهيكرمكم بالأحسن ليكم. حتى لو كنتوا شايفين إنكم كان ممكن تكونوا من طلاب المرحلة الأولى وتفوزوا بكليات ما تسمى كليات القمة، فتأكدوا أن الله سبحانه وتعالى مش هيضيعكم، وتأكدوا ان دلوقتي خلاص ما بقتش حاجة اسمها كلية قمة وكلية قاع. الكلية او المعهد اللي انت هتدخله انت بتدخله على اساس انك تلاقي فرصة عمل بعد التخرج. يعني يا فرحتي ان انا ادخل كلية قمة وبعد كده اقعد بيها في البيت ومعرفش اشتغل. الشاطر هو اللي يدور على فرصة عمل، علشان الدنيا بقت صعبة، محتاجة انك لو كنت طالب او طالبة ان يكون عندك مصدر دخل، وانك تكون شاطر وتطور من نفسك بالكورسات وتتعلم اونلاين، والمهم ان انت تخلق لنفسك مجال شغل كويس. علشان كده النهاردة انا حابة اقولك لو كانت فاتتك المرحلة الاولى، لو كانت فاتتك كليات القمة، تعالى بقى واعرف الكلية اللي انا هتكلم عنها النهاردة دي، اللي هتعوضك عن كليات كتيرة وفيها اقسام كتيرة هتوفر لك فرصة عمل ان شاء الله. لو عاوزين تعرفوا ايه هي الكلية دي كملوا الفيديو للنهاية، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا كل جديد من الفيديوهات الخاصة بالثانوية العامة، وكمان اعملوا لايك للفيديو علشان يوصل لكل زمايلك. الكلية اللي هنتكلم عنها النهاردة هي كلية آداب. ايوه زي ما سمعتوا كده، كلية الآداب. كلية الآداب على فكرة كلية عريقة جدا، كلية الآداب بتخرج منها ناس مهمة جدا جدا. كلية الآداب فيها أقسام مهمة جدا جدا. لو انت عرفت تدخل كلية الآداب ودخلت القسم اللي انت يعني بتحبه، ان شاء الله هتقدر انك تتميز وهتلاقي ليك فرصة عمل كويسة جدا بعد التخرج. طبعا لما تشتغل على نفسك وتاخد كورسات وتطور من نفسك ومن مهاراتك اكيد هتلاقي فرصة عمل كويسة جدا ودخلك هيكون كويس. بس كلية الآداب فيها اقسام كتيرة جدا. لو راحت منك كلية الطب فعندك قسم هيعوضك عنها، لو راحت منك كلية هندسة برضو في قسم هيعوضك عنها، لو راحت منك لغات وترجمة، لو راحت منك سياحة وفنادق، لو راحت منك كليات قمة كتير هتلاقيها في كلية الآداب في صورة أقسام. تعالوا نتعرف مع بعض على الأقسام علشان تحددوا أي قسم منهم أنت بتميل ليه وهتقدر أنك تكمل فيه إن شاء الله. انتوا عارفين لو كنتوا عايزين تدخلوا كلية طب وتتخرجوا وبتشتغلوا مع مرضى، وليكن مثلا دكتور انف واذن وحنجره، انتوا عارفين ان في قسم اسمه قسم صوتيات موجود في كليه الاداب. القسم ده بتتخرج منه اخصائي تخاطب، وعلى فكره المجال ده مهم جدا جدا ويعني مطلوب جدا في سوق العمل، وكتير كتير كانوا يعني مش لاقيين فرصه عمل وراحوا ودرسوا تاني في كليه الاداب في القسم ده، او اخدوا دبلومات او يعني كورسات واشتغلوا في مجال التخاطب. اهم حاجة ان انت تكون عاوز تدخل القسم ده وتكون فعلا عندك القدرة انك تشتغل مع الجمهور وعندك القدرة انك تتعلم وانك تطور من نفسك. القسم ده ممتاز جدا جدا، بتخرج منه اخصائي تخاطب. طيب لو كنت عايز تدخل هندسة وفاتتك الهندسة، ممكن تدخل كلية الآداب قسم جغرافيا ومساحة، والقسم ده بيخرجك زي المهندس بالظبط، مهندس مساحة. بتقدر انك تشتغل وتلاقي فرصة عمل في شركات، او ممكن تخرج تسافر بره وتشتغل بره. على فكرة القسم ده اعرف ناس دخلته وفعلا خرجت واشتغلت ولقيت فرصة عمل. بس برضو انا بظل بقولك ان انت لازم تشتغل على نفسك وتطور من نفسك وتاخد كورسات، ولو معكش لغة تطور من لغتك، وهتلاقي ان شاء الله باذن الله فرصة عمل كويسة جدا. فاللي فاتته كلية هندسة يقدر يدخل كلية آداب قسم جغرافيا ومساحة، وان شاء الله يقدر ان هو يحصل على فرصة عمل كويسة جدا بعد التخرج. القسم اللي بعد كده قسم لغات شرقية. لو انت فاتتك كلية لغات وترجمة
تقدر تخش كلية آداب قسم لغات شرقية وتختار بقى اللغة المناسبة ليك وتتعلمها. وطبعا انتوا عارفين ان اللغات مطلوبة جدا في سوق العمل. هتتخصص بقى في لغة صينية، لغة يعني شوف بقى اللغات بقى اللي موجودة في القسم وتتخصص في لغة، وبرضه هتشتغل على نفسك وتطور من نفسك ومهاراتك وتاخد كورسات. هتخرج وتلاقي فرصة عمل أكيد. وانتوا عارفين الأونلاين موجود كتير جدا وشغل كتير جدا. فما تقلقوش، اللغات حلوة جدا جدا. لو فاتتك كلية قمة، كان نفسك تخش ألسن، كان نفسك تخش لغات وترجمة، ادخل آداب قسم لغات وإن شاء الله تقدر إن أنت تجد فرصة عمل. القسم اللي بعد كده قسم علم النفس. علم النفس ده محبب إلى قلبي يعني. انت ممكن تدخل آداب قسم علم نفس وتقدر ان انت تبقى يعني زي الطبيب النفسي بالظبط، كأنك دخلت كلية طب. هتقدر انك تشتغل تتخرج اخصائي نفسي وبتعمل دبلومه وبتكمل تبقى اخصائي نفسي كلينيكي، او بتكمل بقى وتاخد دكتوراه. خلاص انت كده اخصائي نفسي وبدرجه دكتور كمان. يعني حاجه ممتازه جدا ومطلوبه جدا في سوق العمل. انتوا يعني شايفين كتير جدا الناس بتدور على اخصائيين علشان بيتكلموا مع المرضى او الحالات وبيقدروا ان هم يفهموهم اكتر من الطبيب. كمان الطبيب بيوصف دواء، لكن انت كاخصائي نفسي بتقدر تساعد الحالة اللي قدامك انها تتكلم وتخرج كل مشاعرها، وبتقدر تساعدها ان تتخطى المشكلة بتاعتها. فبجد بجد فرصة عمل كويسة جدا لخريجي آداب علم نفس وبيشتغلوا في المستشفيات كمان. خلي بالكم لو قدرت تدخل القسم ده فانت ممتاز جدا جدا وليك فرصة كويسة جدا في سوق العمل. القسم اللي بعد كده قسم الآثار. لو انت عاوز تشتغل في الآثار فادخل آداب قسم آثار. القسم ده برضو كويس لو انت حابب ان انت تدخله، بس انا يعني مش برشحه قوي لانه محتاج مجهود اكتر في فرصة العمل. فلو انت حابب ادخل واشتغل على نفسك وان شاء الله يعني كل ليك رزق وفرصة عمل. بس انا بحبب اكتر اقسام اللغات وعلم النفس. ولو في مثلا لغة عربية، لو انت ما دخلتش كلية تربية مثلا وكان نفسك فيها بتخش لغة عربية، بتطلع مدرس لغة عربية. يعني الأقسام دي هي الأفضل في سوق العمل. كمان عندك القسم اللي بعد كده قسم إعلام. برضو لو ما دخلتش كلية إعلام وكان نفسك فيها تقدر تدخل قسم إعلام من كلية آداب. برضو بتشتغل على نفسك وبتطور من نفسك وتطور اللغة بتاعتك، وإن شاء الله تلاقي فرصة كويسة في سوق العمل. وبرضو يعني كتير اشتغلوا أونلاين وبقى عندهم مصدر دخل. فيعني ما تقلقش خالص، يعني رزقك هيجيلك. بس المهم تسعى وتعرف ازاي انك تحصل على فرصة العمل. طيب تعالوا نتعرف مع بعض على شروط القبول في كل قسم. قسم اللغة العربية وأدبها بيقبل القسم الطلاب بدون شروط. قسم اللغة العبرية وأدبها ان يكون الطالب حاصل على مجموع اللغات الثلاثة 75%، اي 127.5 درجة. عندك كمان قسم اللغات الشرقية وأدبها بيشترط حصول الطالب على 60%، أي 102 من مجموع اللغات الثلاثة. قسم اللغة الإنجليزية وأدبها بيقبل القسم بالترتيب التنازلي بعد حصول الطالب على 48 درجة في مادة اللغة الإنجليزية في الثانوية العامة. كمان لازم الطالب يجتاز اختيار القبول اللي بيعده القسم في استقبال الطلاب. قسم اللغة الفرنسية لازم يكون اللغة الفرنسية هي اللغة اللي بعد الإنجليزي على طول. قسم الحضارة واللغات الأوروبية القديمة إن يكون الطالب حاصل على 120 درجة في مجموع اللغات الثلاثة. قسم التاريخ إن يكون الطالب حاصل على 30 درجة شعبة الأدبي في مادة التاريخ. كمان بيجوز قبول طلاب الشعبة العلمية على أن يكون الطالب حاصل على مجموع 40 درجة في اللغة العربية. قسم الجغرافيا بيقبل القسم الطلاب الحاصلين على 50 درجة في مادة الجغرافيا شعبة الأدبي. يقبل القسم الطلاب الحاصلين على 50 درجة في مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية شعبة علمي علوم. أما بالنسبة لشعبة علم الرياضة بيكون الطالب حاصل على 50 درجة في مواد الرياضيات. قسم الدراسات الفلسفية إن يكون الطالب حاصل على 60%، أي 36 درجة في مادة الفلسفة شعبة الأدبي. ويقبل القسم طلاب الشعبة العلمية بلا شروط.
قسم علم النفس، الأولوية للمجموع الكلي الأعلى في الثانوية العامة، إن يكون الطالب حاصل على نسبة 75%، أي 82.5 في مادة علم النفس ومادة اللغة الإنجليزية للشعبة الأدبية. أن يكون الطالب حاصل على نسبة 75%، أي 127.5 في مجموع اللغات الثلاثة لشعبة العلمي. قسم علم الاجتماع، على الطالب ان يكون حاصل على 85 درجة في مجموع اللغتين، اللغة العربية واللغة الإنجليزية. قسم الإرشاد السياحي، اجتياز المقابلة الشخصية، درجة اللغة الإنجليزية 40 درجة في اللغة الأجنبية الأولى اللي هي الإنجليزية. بعد كده قسم الإرشاد السياحي الفرنسي، قسم خاص بده بمصروفات. اجتياز المقابلة الشخصية، درجة اللغة 27 درجة في اللغة الأجنبية الأولى اللي هي هتكون الفرنسية. قسم المكتبات والمعلومات، الأولوية للمجموع الأعلى على أن يكون اللغة الإنجليزية هي اللغة الأجنبية الأولى. قسم الدراما والنقد المسرحي، أن يكون الطالب حاصل على مجموع اللغات الثلاثة 75%، أي 127.5 درجة. وملحوظة، جميع الأقسام الكلية لا تقبل طلاب الفرق الأعلى بجميع الأقسام نظرا لطبيعة الدراسة بنظام الساعات المعتمدة. دي الأقسام اللي موجودة في كلية آداب. طبعا كلية الآداب في المحافظات بتختلف، يعني في الجامعات بتختلف، مش كل كليات الآداب فيها كل الأقسام. فأنت شوف يعني مجموعك يدخلك كلية آداب ولا لأ، وشوف الشروط في أي قسم تنطبق عليك وقدم على طول واكتبها في الرغبات وإن شاء الله تحصل عليها. فكروا كويس، لسه قدامكم فرصة كطلاب مرحلة تانية ترتبوا أفكاركم وترتبوا رغباتكم وتشوفوا انتوا عاوزين ايه، واهم حاجة تركزوا على الكلية او المعهد اللي هيساعدكم على ايجاد فرصة عمل باذن الله بعد التخرج. واهم حاجة تطور من نفسك، تطور من مهاراتك، تطور من لغتك، وباذن الله ربنا هيرزقك بفرصة عمل كويسة بعد التخرج. اتمنى ان الفيديو يكون افادكم، ولو عندكم اي سؤال اكتبوا لي في التعليقات وان شاء الله هرد عليكم. وكمان لو لسه ما اشتركتوش في القناة يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، واستنوني ان شاء الله وفيديوهات خاصة بالثانوية العامة. بالتوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.